في إحدى زوايا المدن الأمريكية المزدحمة، حيث تمتزج أصوات السيارات وضجيج المارة بأضواء الشوارع المتلألئة، وقف رجل مسلم يؤدي صلاته في هدوء وسكينة وسط كل تلك الفوضى. كانت ملامحه تعكس خشوعا نادرا ما يراه أحد في مثل هذه الأماكن. لم يكن يهتم بنظرات الفضوليين من حوله، ولم يلتفت إلى المارة الذين تساءلوا عن هذا المشهد غير المألوف. لقد كانت صلاته بالنسبة له لحظة اتصال مع الله لا يمكن أن يعكرها أي شيء. على الجانب الآخر من الشارع كانت هناك امرأة تراقب الموقف باندهاش. لم يكن ذلك الاندهاش ممتزجا بالاحترام أو الفضول الإيجابي، بل على العكس، كانت تنظر إلى الرجل وكأنه يتحدى شيئا داخلها. تساءلت: كيف يستطيع هذا الرجل أن يكون بهذه الثقة والهدوء وسط كل هذه الضوضاء؟ ألا يخجل؟ كيف يتجاهل العالم من حوله؟ بدافع من الفضول الممزوج بالرغبة في إفساد هذه اللحظة، قررت المرأة أن تختبر هذا الرجل. خطرت ببالها فكرة غريبة، أرادت أن تشتت انتباهه وتفسد صلاته بأي طريقة ممكنة. اقتربت منه بخطوات مترددة في البداية، ثم بدأت بالرقص أمامه تحاول لفت انتباهه بأكثر الطرق وضوحا. لكن الرجل الذي كان غارقا في صلاته لم يبدي أي رد فعل. كان ثابتا مركزا، وكأن العالم بأسره قد اختفى من حوله. أزعجها هذا التجاهل، وكأنها لم تكن موجودة. شعرت بالانزعاج وأرادت أن تصعد الأمور. فكرت للحظة، ثم خطرت لها فكرة أكثر جرأة. بدأت تفكر في خلع بعض ملابسها أمامه، عازمة على جعله يفقد تركيزه بأي ثمن. لكن ما حدث كان عكس ما توقعته تماما. مع كل حركة تقوم بها كان الرجل يبدو أكثر ثباتا في صلاته وأكثر تركيزا، بل إنه أطال سجوده وكأنه يحتمي فيه من كل محاولاتها. شعرت المرأة بالارتباك. كانت تتوقع أن يستسلم، أن يغضب، أن يظهر أي رد فعل، لكنه لم يفعل. بمرور الوقت بدأت تلاحظ شيئا غريبا. كان الرجل في حالة من السلام الداخلي التي لم تفهمها. هذا السلام بدأ يثير فضولها أكثر من رغبتها في التشويش عليه. شعرت بشيء يتحرك في قلبها، شعور لم تفهمه. انتهى الرجل من صلاته بسلام ورفع يديه يدعو الله. لم تكن تعلم ما كان يدعو به، لكنها شعرت برغبة ملحة في معرفة ما يجري. جلست بجانبه على الرصيف متجاهلة نظرات الناس من حولها، وقالت له بصوت مليء بالتوسل: أنا آسفة، لم أكن أعرف ماذا أفعل، كنت أريد فقط أن أختبرك، لكنك لم تستجب. من أنت؟ وما هذا الذي تفعله؟ وكيف استطعت أن تكون بهذا الثبات؟ ابتسم الرجل برفق ونظر إليها وقال بهدوء: أنا مسلم، وكنت أصلي لله، وفي دعائي كنت أطلب منه أن يهديك. صدمت المرأة من كلماته. لم تكن تتوقع هذا الرد. سألته: ما هذا الدين الذي يجعلك بهذا الثبات والقوة؟ أريد أن أعرف عنه. لم يتردد الرجل لحظة. أخرج هاتفه وفتح تطبيق القرآن الكريم، ووضع سماعات الأذن في أذنيها، وشغل لها تلاوة عذبة بصوت قارئ مشهور. عندما بدأت المرأة تستمع تغيرت ملامحها بالكامل. بدأت دموعها تسيل بغزارة ولم تستطع إيقافها. قالت بصوت متقطع: ما هذا؟ لماذا أشعر براحة لم أشعر بها من قبل؟ ما الذي يحدث لي؟ ابتسم الرجل وقال لها: هذا كلام الله، هو الذي يخاطب قلبك الآن. لم تستطع المرأة كبح مشاعرها وقالت له: أريد أن أعرف عن دينك، أريد أن أفهم، ما هذا الطريق الذي جعلك بهذا الثبات وهذا السلام؟ قال الرجل: هيا بنا، سأوصلك إلى أقرب مركز إسلامي، وهناك ستجدين من يجيب على كل أسئلتك. قادها الرجل إلى المركز الإسلامي الأقرب، حيث استقبلها العاملون بحفاوة. جلسوا معها واستمعوا إلى قصتها، وأجابوا على كل أسئلتها بصبر ومحبة. مرت الأيام وتحولت هذه اللحظة إلى بداية جديدة في حياة المرأة. بدأت تتعلم عن الإسلام شيئا فشيئا، حتى اعتنقته بعد عدة أشهر بقلب مطمئن وإيمان عميق. الغريب أن القصة لم تنتهي هنا. بعد حوالي 3 سنوات كان الرجل المسلم يؤدي مناسك الحج في مكة المكرمة، وبينما كان يطوف حول الكعبة لمحت عيناه امرأة ترتدي الحجاب، تقف بخشوع وتدعو الله. عندما اقترب منها تعرف عليها على الفور. كانت هي نفس المرأة التي حاولت أن تفسد صلاته في شوارع أمريكا. ابتسمت له بحب واحترام وقالت: لقد كنت سببا في إنقاذ حياتي، اليوم أنا هنا بفضل الله ثم بفضلك. انهمرت دموع الرجل وقال: